سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وتكون صحتكم بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم حلوه الطابع، حلوه الزمان، بنه زمان وريحه زمان اللي كي نديروها نتفكروا ايامات زمان. وهذه الحلوه هذه من بين الحلويات العريقه الاصيله تاعنا اللي ما تستغناش عليها طبله العيد. هذه الوصفه هذه تاع ماما قد ما جربت وصفات بصح تبقى هذه العزيزه واللي تتحط فوق الراس. تبعوني برك في الخطوات، انا حنعطي لكم كامل اسرار النجاح فيها. البنات راكم رايحين قاع تنجحوا فيها. اول حاجه عندي كيله تاع البيض. الكيله تاعي ترفد 3 حبات بيض. البنات هاد الوصفه هذه تاع 3 حبات بيض انايا كيلت بالمول تاع 6 20 هذوك اللي خرجوا واحد الوقت. يتسمى هذيك الكيله شدت لي 3 حبات بيض كبار. درت عليها كيله تاع السكر. مامي ما كانت عندكم هاد لي مول هادوما البنات، زعما كي حكمتوا كاس 3 حبات بيض تاعكم جاو كاس غير ربع، قيس كاس غير ربع، ديروا كاس غير ربع سكر، كاس غير ربع زيت. اي كيله استعملتوها وين حبس البيض تاعكم تكملوا كامل السكر والزيت على حساب وين حبس البيض. نضرب مليح. درت شويه لافاني، درت قشور الليمون، تحبوا ديروا قشور البرتقال ديروا. ضربوا البنات. اول سر السكر تاعكم لازم يذوب، سواء تخدموا بيديكم ولا تخدموا بالباطور كيما نقولوا واحد تكون العمليه سريعه. باليد هي رايحه تشد لكم شويه وقت. الحاصل اول سر لازم السكر تاعنا يذوب. ومن بعد نجيبوا الكيله تاعنا تاع الزيت. درنا الكيله تاعنا تاع الزيت نكملوا نضربوا شويه هكذايا. وهنايا تانا الهواء راهو يدخل لنا في البيض والسكر والزيت تاعنا، يتسمى الحلوه تجي خفيفه. درت ملعقه اكل حليب بودره، ملعقه اكل زبده، ودرت مغرفه صغيره، نص مغرفه صغيره تاع خميره الخبز. نعم، خميره الخبز. هذا هو السر نجاح التاعها. هذيك الخميره تاع الخبز راح تمدلو واحد الطراوه وتعاونوا في هذاك التشقق اللي من الفوق. ومن بعد درت كيله تاع مايزينا، راح تجيكم واحد 5 مغارف مايزينا. ومن بعد هذيك نبدا نزيد في الفارينه. هنايا بور لو راني دايره 3 كيلات تاع فارينه. تبداو تزيدوا في الفارينه بشويه. درت كيس خميره كيميائيه. كل 3 حبات بيض يقابلهم كيس خميره كيميائيه. ردوا بالكم، كل 3 حبات بيض يقابلهم كيس خميره كيميائيه. درتوا 4 حبات، حب يقول ديروا باكي وشويه. درتوا 5 حبات ديروا باكي ونص. درتوا 6 حبات ديروا 2 باكيات. نقعد نزيد في الفارينه هكذا بشويه. انا شدت لي 5 كيلات فارينه. المقادير كامل راكم رايحين تلقاوهم مكتوبين البنات في صندوق الوصف. كما قلت لكم هذيك النص مغرفه صغيره تاع الخميره تاع الخبز اللي راهي رايحه اللي درناها في الخليط تاعنا هي اللي راهي رايحه تزيد الفارق. راهي رايحه تمد واحد الطراوه للطابع تاعنا وتمدلو تعاونوا باش يتشقق لنا هكاك من الفوق. البنات كي ديروا الفرينه ما تعجنوش لاباط تاعكم، جوست لموها. هذا ما كان. شوفوا شحال طريه لاباط تاعنا. لازم تجينا بهذا القوام، ما تروحوش تنشفوها بزاف وماشي تتلاصق تاعنا. لازم العجينه تاعنا تكون طريه بزاف. ومن بعد نبداو نخدموا فيها. انا نخدمها بهذا الشكل. البنات ما تكثروش بزاف فارينه، واللي حبت تستعمل بابي كويسون باش تحل فوق ولا تستعمل هذاك ولا ساشي. ديروا هكاك حربوش وبسطوها غير شويه بيديكم وبالحلال هكذا كيما راكم تشوفوا. تروحوش ديروا دويره كبيره ولا سقموا الحربوش تاعكم وعاونوه بالرولو تاع بالحلال وانتم فتحتوه. الطوابع على بالنا دائما نديروا هذاك الشكل المدور ولا الكاغي ولا تاع القلب ولا تاع الهلال النجمه. هادو هما الاشكال المعروفه بهم حلوه الطابع. ما تحلوهاش رقيقه وما تحلوهاش خشينه بزاف، مي لازم تكون في النص بين الرقيقه وبين الخشينه. تكون متوسطه رايحه شويه للخشين. نفس الشيء كيما شتوني. ما تكثروش بزاف فارينه باش ما تنشفناش لاباط تاعنا. بعد هذوك لي شوت اللي يقعدوا ما تعجنوهمش، لموهم وحلوا العجينه ديالكم نورمال. انا كي درتهم خليتهم يريحوا واحد 15 دقيقه. ضروري يريحوا هاد 15 دقيقه. ومن بعد هذيك جبت صفار حبه بيض، درت لها شويه قهوه سريعه الذوبان ودهنتهم من الفوقه. ومن بعد جيت ودرت لهم تزيين كلاسيكي. درنا لهم هذاك السكر هكا. البنات تحاولوا السكر تقببوه من الفوقه باش كي يطيب يقعد هكاك مقبب وشباب. الفرن تاعكم لازم يكون سخون. دوكا كيفاش يطيب؟ نحطوه في الرف الوسطاني. اللي عندها الكوشه تاعها تشعل من الفوق ومن التحت ديروا في الرف الوسطاني عفوا. واللي عندها الكوشه تاعها تشعل غير من التحت باش من بعد تشعل من الفوق. الا تشعل لك غير من التحت ديريها الفوق كامل طيب على 180 درجه. ومن بعد حطيها على الوسط وخليها تتحمر.
نعاود لك، اذا كانت الكوشه تاعك طيب من الفوق ومن التحت، تشعل من الفوق ومن التحت، ديريها في الرف الوسطاني وخليها طيب، تشعلي لها من الفوق ومن التحت وخليها طيب. واذا كانت الكوشه تاعك تشعل غير من التحت، طلعيها في الرف الفوقاني كامل، شعليها على 180 درجه وخليها طيب. ومن بعد كي طيب لك من تحت ما لازمش تخليها طيب بزاف، حطيها للتحت وشعلي لها من الفوق. شوفوا البنات كيفاش الطابع تاعنا جا مشقوق الله الله من الفوق وجا منفخ. واش نحكي لكم والطراوه ما عندي ما نحكي لكم، راكم شفتوا الفيديو في اول الفيديو تاعنا، شفتوا اللقطه. كانت هذه الوصفه تاعي معكم البنات، ان شاء الله تعجبكم. وهنا ما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه هذه اللي ديجا كي راكم تشوفوا فيها هكا نورمالمون راهي تشهي وراهي ناجحه 100%. البنات الا ما كانش طابع هكا مشقوق من فوق يتسمى ما نجحناش. هنا نقول لكم تبقاو على خير.